كلمة واحد عنده 30 سنة وضايع لأنه لسه ما عملش حاجة، ده حكم على النفس لا يرضاه الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، أنا بقيت وحش. ما تقولش على نفسك كده. النبي قال لك ما تقولش على نفسك كده عليه الصلاة والسلام. وبعدين ضايع من أي وجهة نظر؟ ضايع عشان مش محوش قرشين، ولا ضايع عشان مش مؤمن بالله، ولا ضايع علشان تاكل مال النبي وإنسان غشاش وكذاب، ولا ضايع عشان لسه ما اتجوزتش؟ ضايع عشان ايه؟ مقياس الضياع هل مقياس البشر ومقاييس جمال الانستجرام ومقاييس تحقيق الانفلونسرز للنجاحات والتصوير في اماكن شيك اللي بيضغط على كتير من الشباب؟ هل ده المقياس؟ ولا انت انسان مؤمن بالله ورسوله وبتحاول تبقى كويس، تحاول تشتغل وتاكل لقمة عيش حلال؟ ممكن يكون جوازك اتأخر او ما عندكش قرش في البنك محوشه كبير، لكن مستورة، بتصحى وتنام في عافية الله وفي نعمة الله، وقرشك حلال ولحمك نبت من حلال عشان مش بتأكل نفسك حرام، والناس اللي حواليك ملهمش حق في رقبتك يمسكوا فيك يوم القيامة، بل يمكن يكون ليك خير كتير وهيشفع لك ناس كتير كرام انت ساعدتهم في الدنيا من اهلك ومن قرايبك ومن الفقراء والبسطاء. فضايع من انهي زاوية؟ لحسن تكون بتحكم على نفسك حكم ظالم: وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وعموما اللي حاسس انه ضايع وما حققش اي نجاحات، زي ما الاجانب بيقولوا it's never too late. it's never too late دي تعال نجيبها كده من ديننا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما دام ربنا باقي حي لا يموت، يبقى ليك لرزق لسه في السماء هينزل لك. لو مالكش رزق عند ربنا يبقى ما كانش سبك في الدنيا. طول ما انت عايش وفي السماء رزقكم هينزل. فاسأل ربنا الرزق الواسع والتيسير، وشوف المعجزات اللي هتحصل معاك ان شاء الله. والامل كله في ربنا.